أولا أود أن أعتذر عن التأخير الذي حدث في المجيء إليكم، إنما بالتأكيد نحن سعداء. أنا سعيد أن أكون هنا في المنيا، عروس الصعيد بحق. المنيا بلد عظيمة، بلد جميلة، بلد كلنا نحب أن نأتي إليها ونلتقي بأهلها الكرام. أنا عايز أتذكر الكلمة اللي قالها محمد غنيم دلوقتي، هو عايزنا نتكلم بدون لغة عربية، فمعلش حكاية اللغة العربية دي يمكن هتلخبطني شوية، إنما استحملوني. الحزب اللي أنا جاي أحدثكم عنه هو حزب الجبهة الديمقراطية. حزب الجبهة الديمقراطية يختلف عن بقية الأحزاب التي أتشرف بالجلوس مع ممثليها قدامكم، إنه حزب موجود فعلا في الحياة السياسية المصرية من سنة 2007. إحنا موجودين في الحياة السياسية المصرية من 2007، وحزبنا منذ اليوم الأول لوجوده كان دائما له رأيه المستقل في كل السياسات. أنا أتشرف باعتباري رئيسا لهذا الحزب إن إحنا كنا الحزب الوحيد الذي رفض المشاركة في انتخابات مجلس الشورى، وأعلن أنها انتخابات سوف تكون مزورة، ولذلك فنحن نرفض المشاركة فيها. نحن الحزب الوحيد الذي عندما أعلن عن انتخابات مجلس الشعب قلنا إن إحنا مش هنشترك في هذه الانتخابات إلا إذا الحكومة القديمة، حكومة صفوة الشريف وحسني مبارك، أعلنت بوضوح ضمانات إن العملية الانتخابية تكون عملية نزيهة. ولما هم رفضوا إعلان هذه الضمانات رفضنا دخول انتخابات مجلس الشعب، وقاطعنا هذه الانتخابات في الوقت اللي الأحزاب الأخرى دخلت هذه الانتخابات. بعد ما تكون مجلس الشورى وبعد ما جوز مجلس الشعب، طلب مني صفوة الشريف اني ادخل ممثلا لحزب الجبهة الديمقراطية في مجلس الشورى، واعتذرت ورفضت لسبب بسيط، انني لا يمكن ان انا اخش في مجلس قائم على التزوير. انا بتكلم بالنيابة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. هو اسمه مصري لان احنا بنحب مصر جدا جدا جدا، وبنقول مصر مصر مصر. واحنا مش بنقول مصر بس، احنا عارفين ان احنا جزء من الامة العربية، جزء من افريقيا، جزء من البحر الابيض المتوسط، ودي اهمية وقوة مصر. احنا عندنا حضارة اسلامية وحضارة قبطية وحضارة فرعونية عظيمة وحضارات أخرى كلها بتعمل المكون بتاع مصر. احنا بنقول ان احنا حزب ديمقراطي. حزب ديمقراطي يعني بينادي بالدولة المدنية. يعني ايه في الدولة المدنية في تقديرنا؟ الموضوع بسيط جدا، عشان منعا للمزايدات. كل الديانات السماوية اللي المصريين كلهم مسلمين ومسيحيين مؤمنين جدا بيها بتنادي، او كلها معمولة على اساس الحرية والمساواة والعدالة. هي دي الدولة المدنية المظبوطة اللي مبنية على الحاجات دي، ان الناس كلها تبقى زي بعض وكل الناس احرار. اخر حاجة ان البرنامج الاقتصادي بتاعنا مبني على السوق الحرة اللي هي موجودة، اقتصاد المفتوح، انما لازم الدولة يكون لها دور لمنع الاحتكار. احنا اسمنا اجتماعي لان احنا مطلوب مننا ان احنا عندنا 40% من اهل مصر تحت حد الفقر، عندنا 17% أمية،
ان ما نقدرش نسيب الناس دول. مش عاوزين نديهم بقشيش، لا، عاوزين نديهم تعليم متميز وصحة عشان يقدروا ياخدوا وظائف كويسة ويشتغلوا ويبتعدوا عن دائرة الفقر. حزب الغد الذي أشرف أني رئيسه الآن، هذا الحزب تأسس سنة 2004 في أكتوبر 2004، وفي غضون 89 يوم من الممارسة السياسية لم يحتمل النظام هذا الحزب، فبعد 89 يوم تحديدا اعتقل النظام رئيس هذا الحزب، وحاول أن يقوض هذا الحزب وأن يتآمر عليه وأن يشوهه وأن يسعى لاغتيال معنوي لحزب الغد. حزب الغد ما خرجش من رحم حد، ما خرجش من رحم السلطة. حزب الغد خرج من رحم الأمة. قدمنا 5 مرات، اترفضنا 4 مرات، وقبلنا في المرة الخامسة بحكم من محكمة القضاء الإداري. في النهاية كان رئة في وقت أغلقت فيه كل الرئات، كان لا شريفة في زمن عزت فيه كلمة لا وعز من يقول لا. قلنا لا لهذا النظام، ولذلك الرئيس الذي رحل أو الذي تنحى أو الذي خرج أو أبعد في وقت كان غيرنا خلع، كان غيرنا بيعتبروا نصف إله، وكان يقدس الرجل إلى أن انهارت قدسيته في معركة كان الهدف منها كسر هيبة هذا النظام، وهي معركتنا في انتخابات 2005. أعتقد أن حزب الغد قدم برنامجا انتخابيا شاملا وروشتة كاملة لحل مشاكل مصر. قدم هذه الروشتة من 2004. في 2005 رفضنا الحوار الوطني وانسحبنا من الحوار عندما أجمعت كل الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني على أن الطريق الصحيح لاختيار الرئيس هو الاستفتاء وليس الانتخاب، وكان موقفنا هو الموقف الوحيد الذي يرفض الاستفتاء، وعدلوا عن موقفهم وأجروا انتخابات متعددة تنافسية. أعتقد أن حزب الغد الذي خاض معارك على مدار السنوات الأخيرة كان موقفه واضح جدا من الثورة المصرية، وكان هناك قرار من الهيئة العليا يوم 21 يناير بالدعوة للثورة، ونشرنا كلمة على اليوتيوب أظن بعضكم شافها دخل عليها 200,000 ارحل، برافو عليك، وقلنا كلمة الشعب ارحل. وكان حزب الغد والثورة وحركة كفاية وأحزاب أخرى لها دور كبير في تفجير هذه الثورة التي لم تنفجر في 25 يناير بقدر ما هي تحققت، وكانت حلم نحلم به لسنوات. في المنيا هنا سنة 2005 قلت لكم فاكرين اسم المنيا جاي منين؟ منعت خوفه. وقلت لكم احنا عايزين نمنع خوفه وخفرع لأن في توريث. وكان حزب الغد أول من دعا للجمعية المصرية أو الحملة المصرية ضد التوريث التي تحولت لاحقا إلى الجمعية الوطنية من أجل التغيير. أنا هنا ممثل عن حزب مصر الحرية. حزب مصر الحرية هو واحد من آخر الأحزاب الليبرالية اللي أعلن عنها من أسبوعين فقط، وأنا هنا بين أصدقاء وزملاء أعزاء ما بيختلفش كلامنا كتير عن بعض، عشان احنا اتسألنا ان احنا نقول لحضراتكم ايه اللي بيميزنا. الكلام اللي قاله الدكتور أبو الغار أنا موافق عليه 100%. الكلام اللي قاله الدكتور أيمن نور واللي تفضل بيه الدكتور أسامة الغزالي حرب أنا متفق معاه 100%. احنا كلنا الأحزاب اللي موجودة اللي هي بتمثل قوى سياسية وطنية مصرية بندعو ان احنا نحقق في مصر بعد الثورة العظيمة 4 حاجات رئيسية حاسين ان حضراتكم كمواطنين عبرتم عنهم بوضوح وقت الثورة. الثورة كان ليها مطلبين رئيسيين. الثورة كان ليها مطلب تحقيق الديمقراطية وكان ليها مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية. حزب مصر الحرية وهو ما بيختلفش هنا عن الأحزاب التانية بيدعو ان احنا نحقق الديمقراطية من خلال تداول للسلطة،
مش عايزين فعلا يا دكتور ايمن لا خوف ولا خفرع، ولا عايزين خوف جديد ولا خفرع جديد. عايزين نضمن تداول سلطه بيعبر عن راي حضرتكم وحضراتكم جميعا بصوره منتظمه وبصوره تحترم الاراده الحره لكل مواطنه ولكل مواطن في مصر. عايزين انتخابات دوريه لرئيس جمهوريه، عايزين انتخابات دوريه للبرلمان، وعايزين كمان انتخابات للمحافظ، وانتخابات لمجلس المحافظه، وانتخابات لمجالس محليه حقيقيه مش مزوره زي اللي احنا لسه موجودين فيها. عايزين نغير شكل الدولة المصرية من دولة كل حاجة فيها كانت بالتعيين لدولة كل مناصبها بالانتخاب، لأن الانتخاب بس هو اللي يحترم إرادة واختيار المواطنين. عايزين كمان نعمل ديمقراطية، ومفتاح الديمقراطية الثاني مع تداول السلطة هو سيادة القانون. وسيادة القانون بيطبق علينا كلنا بنفس الصورة. القانون اللي احنا بندعو اليه هو قانون يطبق على كل المواطنات والمواطنين بنفس الصورة، ما بيعرفش مواطن بشرطة ومواطن من غير شرطة، ما يعرفش مواطن عنده شوية حقوق ومواطن عنده حقوق اقل، ما بيحابيش الغني على حساب الفقير ولا اللي عنده نفوذ على حساب اللي ما عندوش نفوذ. سيادة القانون معناها تطبيق القانون بصورة متساوية على كل المصريات والمصريين، وبصورة تضمن حقوق مواطنة متساوية لنا جميعا. وحقوق المواطنة المتساوية معناها بصراحة شديدة، وده يمكن اللي بيميز أحزابنا عن أحزاب تانية، معناها أن كل مواطنة مصرية وكل مواطن مصري، وبغض النظر عن الانتماء الديني وبغض النظر عن النوع وبغض النظر عن الخلفية الاجتماعية، من حقه سياسيا أن هو يترشح أو تترشح لرئاسة الجمهورية. مفيش مواطن أقدر أمنعه من أن هو يمارس كل حقوقه السياسية عشان انتمائه الديني أو عشان خلفيته الاجتماعية. والمواطن من حقه ان هو يحصل على حقوقه الاقتصاديه والاجتماعيه كامله. التعليم والرعايه الصحيه والمعاشات والضمانات الاجتماعيه ما هياش تفضل من الدوله ولا تفضل من الحكومه على حضراتكم، ده حق حضراتكم على الدوله وعلى المجتمع، حق حضراتكم الاقتصادي والاجتماعي الثابت واللي احنا عايزين نضمنه. النقطة الثالثة اللي احنا عايزين نحققها في الديمقراطية، ويمكن هنا نختلف شوية عن بقية الأحزاب، هي اللامركزية. احنا مصر بنية الدولة ما كانتش فيها بس بالتعيين بدل الانتخاب، انما كانت دولة مركزية كل حاجة بتدار فيها من القاهرة وبتهمش كل من هم خارج القاهرة. ومحافظات الصعيد ومحافظة المنيا اللي انا منها، انا اهلي من المحرس مركز ملاوي زي ما بعض حضراتكم عارفين، وبتشرف ان انا اكون النهاردة بين اهلي وبين ناسي. انا هنا بالنيابة عن حزب المصريين الأحرار، واحنا ما اشتغلناش في مرحلة ما قبل الثورة، لان كان في رأينا ان ما كانش ممكن حزب يجي على الساحة الا بموافقة عليا وباتفاقات او بموافقة اجهزة امن الدولة، مع الاكسبشنز القليلة زي حزب الجبهة او حزب التجمع او حزب الوفد، لان دي احزاب تاريخية. لكن احنا ارتقينا، او حزب الغد برضو عشان الدكتور ايمن ما يزعلش عشان الحقيقه بس احنا كان راينا ان الماضي ده كان بغيض وما كانش حد. احنا كنا وصلنا في اخر قبل الثوره دي ان الواحد لو عايز يروح التواليت كان لازم يستأذن من امن الدوله. يعني بقت مساله في الاخر ان احنا كنا مفيش حريه، مفيش ديمقراطيه حقيقيه. الاحزاب اللي كانت كلها لابو طربوش والاخرون احزاب امن الدوله، احزاب كرتونيه، وبالتالي احنا عزفنا عن ان يكون لنا تواجد. لكن انا بفخر ان انا في ظل هذه الظروف اسسنا جريده المصري اليوم، اسسنا قناه اون تي في، وكانت صوت الحريه في ميدان التحرير لما قامت الثوره. حزب المصريين الاحرار، عشان نبتدي الاول نقول ايه اللي بيميزه، احنا اخترنا ان نقول بوضوح ان نحن مع الراسماليه الوطنيه، نحن مع الاقتصاد الحر، نحن لسنا مع توزيع الثروه الحاليه لانها ثروه ضعيفه. ولو شفنا الفساد والاموال اللي بندور عليها النهارده نعرف ان مصر دوله غنيه. احنا راينا ان مصر لازم تبقى دوله اغنى من كده ولا تقل في غناها عن جيراننا اللي حوالينا، وبالتالي احنا راينا لابد ان نوسع الثروه المصريه، مش نوزع الثروه الحاليه على الناس. ومساله الفقراء وال40% فقراء، احنا راينا ان احنا عايزين نصحى الصبح ما نلاقيش ولا فقير في مصر. زهقنا من مساله وجود فقراء في مصر. مش هنقعد طول عمرنا نقول عايزين نحن على الفقير ونمن على الفقير، نريد ان نقضي على الفقر في مصر، لان كرامه المصري اولا في انه يبقى بيعتمد على نفسه، مش محتاج اي حد يمن عليه بما فيها حريته.